جبت يا زيزو هتسافر، خلي بالك الموقف صعب، لان لبيب اوفا ده كان عامل شرط جزائي لو دفع 16 مليون جنيه يمشي في العقد بتاعه لما هو عمله له. قال لي انا في الزمالك، ايه المطلوب؟ ابويا. بعت عربيه الملاكي منيا جابت الباشا المحترم ابوه والواد مضى على بياض. ده الفرق. زيزو ما مشيش عشان الفلوس، زيزو مش عشان الوساخه تاني. هو انا لما اكون انا فرحان بنفسي واخد ابني احمد ولا امير معايا المحكمه، فرحان ابوكوا رئيس محكمه خلاص، ورايح قابل رئيس المحكمه الكبير ويقول له اطلع بره يالا يا ابن الكلب، ده ولادي يقطعوه. ممدوح عباس جوه النادي، اللي اشترى النادي عايز اعرف من مين؟ ده ما فيهاش جنيه يا جماعه، ده كله شيكات. عشان اي حد هيجي تاني مش عاجبه احجز ونقرر نقعد 200 سنه. تمام؟ طلعت زيزو وابوه قال لا 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 اطلع انت، خد ابوك من هنا اتكل على الله، مش قرف. انت جاي تتاجر في ابنك ده في النادي. ايه اللي دخل زفت ممدوح عباس ده الملعب؟ هيخش هو كسر عين اللي جايبهم، واللي جايبهم مكسور عينه منه. ده راجل كل يوم بيتكلم باسم النادي، محدش في الدوله قال له انت مين؟ انت مين يا ابني؟ خلاص اكتفى بده بقى؟ لا بوست. انت جاي تتاجر في ابنك؟ يبقى زيزو ماشي عشان فلوس؟ طب ما هو معايا خد 15 مليون، 15 مليون في السنه، والله ما بص في العقد عشان محترم وابوه محترم. رايح انت تجيب صيع بعصابتك سليمان، العصابه دي انت لسه احمد سليمان هتشوف، وراح تسال تقول لاحمد ابوك بيقول ان انا اتجوزت واحده جديده، فاحمد قال له بقول لك ايه، عقد هدى انا اللي جايبه من يا حاجه مرات احمد سليمان، لو عايزه صوره من العقد ابعتهولك. ابعتهولك من ايطاليا، هي مصريه على فكره، وعندها ابنها بيلعب كوره، قبل ما يضربها هناك وتعمل له محضر. قال لها لو نطعتي هضرب ابنك ده بعربيه. لا يا جماعه احنا مش في دوله كده، احنا كده بقينا صعب قوي قوي. فال زيزو جاب عيل صايع يشيل يافطته باسمه. طب شلتها يا عم تشكر، ما انت قبل كده شلت يافطه مرتضى وتص عليها بالجزمه ورحمه امي يا لبيب. انت وهشام نصر والواد ابن المندوب اللي شكله ان هو ابو المندوب مش ابنه، خلاص، اللي بيقعد يكذب كتير ده. وريك انت كداب يا ابن المندوب ولا نطلع ابوك من السجن مع البت بنت الاصفر الدلاله، الواد طارق، على الواد رامي، على الواد احمد خالد، على الواد برزي، على الواد هاني، بس حد انا، على الواد هشام. اقسم بالله العظيم انك دست على اسمي قدام مكتبي بالجزمه، انا غلبان مش هعمل لك حاجه، انا طيب، انما هتندم على اليوم اللي نزلت من امك فيه. وطبعا اولكم حسين لبيب وحسين السيد. تمام؟ ف نزلت الصوره ودوست عليها بالجزمه وتفيت عليه. برافو يا زمالك، برافو يا حبيبي، انت كده جامد وراجل. ما هو عندهم واد اسمه ميلا خدام شيكابالا. هوريكم الفيديو اللي جاي بتاع اللي حصل، الفضيحه بتاعت دبي، نط من المقصوره. اللي بيقعدوا في المقصوره ده شيكابالا، وضرب مدير الامن بتاع الاستاد وقال لك انا عاجبه. حد عاجبه؟ لا لا عاجبه مين؟ وبعدين هنا قال للحكم وجري وراه ايه؟ امك. حد حاكمه؟ موجود. هو ده الزمالك؟ احنا مش واصلين دلوقتي الا في قله الادب؟ ها؟ فده زيزو. يبقى زيزو لما ياخد بقى الصوره دي اللي نزلوا تف عليها والجزمه هيكسب اي قضيه. هيكسب اي قضيه.
وبعدين هو بالعقل وبالمنطق. هو زيزو ده مش معاك بقاله سنه، ما جددتش معاه ليه؟ ليه؟ لازم تشتمه. نعم؟ لا يا باشا، الباشا شيكا مش عايز نجم. بقول اهو زيزو قدك 10,000 مره يا شيكابالا، قدك 10,000 مره، وانت بتغلط فيا عملنا بلاغ للنيابه. واسهل حاجه اقول لك ابنك ابيض وانت يعني اسهل حاجه، بس انا محترم مش هخش في السكه دي. فاهم؟ ثانيه واحده من كمان مع المستشار. خير خير خلاص. يبقى انت اللي مشيته. هتقول لي بقى امام عاشور خد 90 مليون، هتقول لي فتوح خدت 30 مليون، هتقول لي كهربا خدت 200 مليون غير ال 120 بتوع السعوديه. انا جايب لك كل ده عشان ما تتكلم، ما تنطعش. احنا خلصنا من 6 اكتوبر وخدنا كده زيزو على الماشي، وبعدين انتوا عاملين منظر مش طبيعي ليا. الناس يقول لك فاتح صدره وانتوا اللي حاطين لي البتاع المشابك دي، وانا ببص كده. انا بعتذر ان انا مش هقدر طبعا اكمل عشان كل ده مرتبط بفيديوهات، كله مرتبط بفيديوهات. اسماء صادر حكم محكمة جنايات بحبسه سنه قضيه تزوير المزور وورق في البورصه لابنه اللي هو هاني العتاب. هات بقى النادي النهري خلاص، بصرف النظر بقى انهم زور، ده زور وخلص تجاره والواد زور. خلي بالكم بقى يا جمعيه عموميه، ده ناديكم وده رئيسكم مش كده؟ بس انتوا سلبيين قوي، عاملين كده. خايفين من مين؟ من 12 عيل في النادي؟ مين حسين لبيب ده؟ مين اللي قال معاه دول؟ هتشوفوا عاملين ايه؟ هات يا ابني النادي النهري قبل، لا النادي النهري قبل عشان يشوفوه، وبعدين النادي النهري بعد، وبعدين لما برضه جايين يهدموا النادي بتحريض من ممدوح عباس وعصابته مرتين. هات يا ابني نادي النهري قبل. لا الاول هات النادي نشوفه. وتقريبا النهارده هنخلص 6 اكتوبر وهنخلص الحاجات اللي قال عليها، عشان بقيه الحاجات محتاجه فيديوهات. النادي النهري قبل. سمعنا معاه مستشار حاجه عازم حسين لبيب وكده في المؤتمر او حاجه زي كده. انا مش عازمه، انا مش عازمه، انا جاي افضحه. اي كلب فيهم هيهوهو خارج المؤتمر بالجزم. كلام واضح. انا اديت لك فرصه، يعني انت معقول انت هتجيلي هنا همسكك اضربك قدام الناس دي كلها؟ طب ما انا اللي هتفضح في العالم. فانا بقول اهو يا عم جرات ما حدش ينطق. سياده الرئيس الناس دي اهو ادي النادي النهري يا جماعه ايام ممدوح عباس. شغلوا يا ابني. يلا ورينهم نادي الزمالك يا بيه. اتفضل بس الاول. ادي النادي النهري يا جماعه دلوقتي، يعني ايام ما قطط وفران وعرس ها كان لازم امشي. هتتنطط لنا بقى في البلد اهو. ده زريبه يا جماعه. انا عايزك تركز في هنا. انت بتركز معايا ليه؟ ده كوبي لايت يا ريس، كوبي لايت عايز لو حد صوره عايزه يسيب. يعني ايه يا ابني؟ يعني القناه عليها حقوق ولا حد يقدر يعمل لك حاجه. طلع بقى يا ابني، يلا اتفضل. امال اللي فات ده انا بوريه لك. اتفضل. ده النادي النهري بقى بعد ما عملته. اتفضل اتفضل يا اعضاء جمعيه عموميه فوق. انتوا الجماهير فوق فوق بجد فوق. انتوا كسفتونا قدام كل الانديه. نعم الانجازات دي كلها سببها ايه؟ اقول لك دلوقتي حاجه. لا في افتتاح يا ابني اتعمل. افتتاح النادي لوحده من غير الناس. يلا هات لي النادي لوحده. النادي لوحده
رد فعل المستشار مرتضى منصور بعد فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري، ويهاجم حسين لبيب. وطبعا الزمالك السنة دي بدون أي بطولة، بيراميدز السنة دي إلى الآن بدون أي بطولة. هنشوف الأمور هتروح لفين، وهنتكلم في كافة التفاصيل ورد فعل المستشار مرتضى منصور وتتويج النادي الأهلي واحتفالات بيراميدز. كلام كتير وكلام مهم، أعتقد كل الجمهور حابب يعرف هذه التفاصيل المهمة. طبعا الأهلي نادينا الحبيب بيكسب بثلاثية، مش مكسب عادي. النادي الأهلي بياخد الدوري، النادي الأهلي بيكسب، النادي الأهلي بيتوج، تمام، مفيش مشكلة، حد هنا مفيش مشكلة. الأمور بتنتهي هنا؟ لا، الأمور مش بتنتهي هنا. الأمور بتخص أندية أخرى. شفنا طبعا نادي بيراميدز، نادي الزمالك، وتضامن الناديين مع بعض. نادي بيراميدز نادي الزمالك بيتضامن مع بيراميدز. وطبعا ليه؟ لأن المسؤولين داخل نادي الزمالك بيشوفوا إن لا، أنت الأفضل إن بيراميدز ياخد البطولة والأهلي ما ياخدش البطولة. تمام، ده الأفضل، ده الصح. لا طبعا من وجهة نظري أنا مش ده الصح خالص. ليه مش ده الصح خالص؟ صلى على النبي. دلوقتي الزمالك خد البطولة، مثلا البطولة سين، مثلا البطولة سين، هل أو مثلا النادي الأهلي أخد البطولة سين، هل ده فادي الزمالك في حاجة؟ لا، خلاص الزمالك ما خدش البطولة. نادي بيراميدز أخد البطولة، هل الزمالك استفاد بحاجة؟ لا. إنما الزمالك شايف إن مادام أنا كزمالك مش واخد البطولة فالأهلي ما خدهاش، وده تفكير مش صح أبدا، مش صح. ليه؟ بشوف في كل أندية العالم، في الدوريات العالمية، وطبعا الدوريات العالمية في أول حاجة فيها كورة، تمام؟ تاني فيها حاجة إدارات بتهتم بصفقات وبلعيبة وكل الكلام ده، يعني مش هتهتم بنادي تاني. لو الجمهور مثلا الزملكاوي شايف ان بيراميدز ياخد الدوري افضل من الاهلي، ماشي عادي. زي مثلا حد اهلاوي شايف ان صن داونز ياخد افريقيا افضل من بيراميدز، دي تشجيع. او الجمهور في كل العالم ما تقدرش تحجد على رايه وعلى تشجيعه. تمام، دي اول نقطه. المشكله كلها فين؟ في ادارات الانديه. اداره نادي الزمالك بتتضامن مع بيراميدز. وطبعا مين اللي عايز يخش في الصورة؟ المستشار مرتضى منصور. مستشار مرتضى منصور شايف ان هو اولى برئاسة نادي الزمالك، هو شايف كده، تمام، ماشي، مفيش مشكلة ما دام انت شايف كده، خلاص. وطبعا بيهاجم المسؤولين داخل الزمالك، حريته برضه، يعني ما تقدرش تهجد على رأيه أبدا أبدا أبدا. لو اتكلمنا في النقطة دي، مهما اتكلمنا مهما ناقشنا، الأمور أعتقد هتبقى واضحة وضوح الشمس. يعني الأمور هتبقى واضحة وضوح الشمس، عشان بس إيه نتكلم بمصداقية. المسؤولين داخل نادي الزمالك هم شايفين ان هم يتضامنوا مع بيراميدز افضل ليهم من ان هم يتضامنوا مع النادي الاهلي. ده صح يا جماعه؟ هل انتوا شايفين ان ده صح؟ انا بصراحه انا مختلف 180 درجه مع المسؤولين داخل نادي الزمالك. انت دعم فرقتك وشجع فريقك وصفقات ولاعيبه وكل الكلام ده، انما انك تتعامل بهذا الشكل بهذا الاسلوب مش صح، مش صح خالص. كمان كمجلس إدارة نادي الزمالك مش صح. عشان بس ايه الأمور تبقى واضحة، الأمور تكون في الصورة. وأنا بتمنى إن المسؤولين داخل نادي الزمالك
يكون عندهم وعي، يكون عندهم إدراك كامل بكل تفاصيل الأمور. فالنهاردة لعيبة مسؤولين، في فرق ما بين اللاعب وفي فرق ما بين المسؤول. صح مش صح؟ طبعا في فرق كبير جدا جدا جدا. فيعني أتمنى الأمور تكون بخير والأمور تكون طيبة، ويكون هناك نجاحات لنادي الزمالك. طبعا تدخل مستشار مرتضى منصور على الخط مع المسؤولين في الزمالك، وليه هدف، الراجل ليه هدف واضح، الراجل ليه هدف صريح وعارف هو عاوز وعايز يعمل ايه. قولوا لنا انتوا وجهة نظركم وتعليقكم، وتحياتي إلى حضراتكم جميعا. ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي. وبالنسبة لاحتفالات بيراميدز يا جماعة احتفل في الملعب احتفالات غريبة، الناس استعجبت ازاي النادي بيحتفل والدرع الدوري بيتسلم في مكان تاني. حاجة غريبة طبعا جدا جدا جدا. أتمنى وجهة نظركم في التعليقات، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.